محلاها عيشة الفلاح. شايفين يا ولاد؟ شايفين يا بنات؟ يا سلام على المناظر الطبيعية الجميلة. والله قد ايه بلدنا جميلة والله. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. بصوا ده من قبل البحري، يعني احنا كده، انا كده رايحة القاهرة، بس شايفين المناظر والله العظيم. فعلا في السفر 7 فوائد، منهم دي الراحة النفسية بقى، وانت شايفة الخضرة. ما تسافريليش في عربية بقى وتاخدي الوقت كله نوم وانت ماشية وتبقي قرفانة وناس كتير بتدوخ في العربيات وكده، وريحة البنزين والبتاع، وبتشوفي الصحراء. يعني معظم العربيات بتطلع على الطريق الصحراوي دلوقتي، انما لما تركبي القطر متعة تاني، متعة تاني بجد. يعني شايفة بقى، تبقي حاسة كده ان لسه الدنيا بخير، لسه في اراضي زراعية، مش بيوت وعماير وحيطان قدامك كده، لا. بص الزرع، شايفين؟ وكمان دلوقتي موسم حصاد القمح، فهتلاقي ما شاء الله القمح ايه مال الدنيا. ربنا يا رب يزيد. شايفين يا ولاد؟ شايفين القمح الاصفر ده؟ يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويزيد الخير في بلدنا وبلاد المسلمين. الارض الزراعيه دي بتخليكي تحسي ان انت لسه عايشه في الدنيا. مش كله بقى ده دلوقتي بيبلطوا الارض، بيبلطوا الشوارع. انا نفسي اشوف تراب. انا حقيقي انا بحب التراب، ما بحبش انا البلاط ده. دلوقتي بيبلطوا الشوارع يا اولاد. نفسي اشوف بيوت بالطين زي زمان، نفسي اشوف بيوت معموله بالطوب الاحمر. دلوقتي بيعملوا واجهات للبيوت بالسيراميك وبالبتاع. انا خلاص تعبت نفسيا. انا لما بقى اركب القطر كده وبشوف الحاجات دي برجع بقى 50 سنه لورا. ايه انا عمري مش 50 سنه يا ولاد. لا يا بنتي، وهي وهتفكري ان انا لا، برجع يعني 20 30 سنه لورا، مش 50 سنه. لو انا عمري قد ايه يا اختي؟ لا يا حبيبتي. بس برضو يعني بصوا، من حوالي 20 سنة او 30 سنة، عايزة اقول لكم ان الدنيا ما كانتش كده، ما كانش فيه الواجهات الكتيرة دي. في ناس بتحب الحاجات احنا الفشخرة جابتنا لورا والله العظيم بجد. يعني في ناس بتحب الحاجات اللي هي كلها اكسسوارات ومظاهر وحاجات بتلمع وكده. انا مش من دول، لا انا مش من دول. انا من الناس القديمه قوي اللي تحب ريحه التراب لما بينزل عليه المطر يا ولاد. يا سلام، عايشيني في يوم من ايام الجميله دي، رجعيني فتره كده من الزمن. انا لما عايزه اقول لكم على حاجه ما بقولهاش لحد، بس هقولها لكم. لما المطره بتمطر بطلع فوق السطح عشان اشم ريحه التراب اللي بيبقى فوق لما المطره تنزل عليه. تخيلوا، قربنا ننسى التراب، قربنا ننسى اصلنا. دلوقتي انا رايحه القاهره، وعايزه اقول لكم ان انا مش هقدر اصور لكم هناك كتير، لان مامي طبعا لسه يعني في فتره النقاهه بقى، يعني ما خفتش قوي، بس يعني برضو عشان ما تقولش ان انا ايه رايحه اصور. يعني خلي عندنا سنس كده عشان امي ما تزعلش مني، ولو انها عارفه ان انا يعني بجحه. لا هيبقى بصوا يا ولاد، هيبقى الوقت مشغول، وهبقى قاعده طول الوقت معاهم، ويا اما مشغوله في البيت لان ما فيش حد مع امي وابويا، انا اللي هبقى معاهم يعني بعد ربنا ان شاء الله. فمش هيبقى في وقت ان انا ايه اصور. وبصراحه انا لما بروح عند امي بنسى نفسي، الاقي يعني بحط الموبايل في الشنطه، ما بطلعهوش. يعني الناس كتير بترن عليا والعيال يقعدوا ترنوا عليا، وانا بنسى الموبايل ده خالص. ودي احلى حاجه، يعني باخد فتره نقاهه كده وفتره حلوه كده، استحمام، بستحم من الهموم ومن البلاوي السوداء، وباجي كده ايه فريش، تبقي واخده طاقه ايجابيه بقى، جايه نشيطه وفريش كده وعايزه تعملي حاجات كتير. فاوعدكم ان شاء الله باذن الله اذا كان في العمر بقيه ورجعت بالسلامه ابقى اصور لكم بقى هنا في البيت مع رعد. والمره الجايه اللي يعيش بقى ان شاء الله، المره الجايه لان انا هاجي باذن الله قبل العيد، و هرجع تاني باذن الله بعد العيد عشان امي هتعمل عمليه الميه البيضاء دي.
هتركب عدسه، تعمل ميه بيضه وتركب العدسه، فلازم اكون معاها، ما معاهاش حد غير ربنا. فاوعدكم وعد الحر دين عليه ان انا هناك ان شاء الله المره الجايه هبقى اصور لكم، لكن المره دي اعذروني معذره، مش هقدر اصور لكم حاجه. لكن لما ارجع البيت باذن الله هصور لكم بقى ايه، لان انا اكيد سايبه البيت زي الزفت يعني زي ما وريتكم، وسايبه العيال لوحدهم، عايزه اعرف بقى هم عملوا ايه، وهنعمل بقى ننظف الدنيا مع بعضينا يعني. اللي ليه عمر بقى ادعوا لي يا ولاد. تمام كده. المناظر جميله والله العظيم، ما تتعبيش ابدا يا بت وانت راكبه القطر ابدا، بل بالعكس بتاخدي باور كده، بتاخدي طاقه كده ما تعرفيش جاتلك منين. انما تركبي العربيه تحسي ان انت كنت شاربه مخدرات، شاربه شاربه حاجه كده غريبه، تنزلي من العربيه وانت دايخه زي العصفور اللي كان في القفص. فانصحكم لما تيجوا مسافرين سافروا في القطر، وخاصه في اللي جاي من قبل البحري او العكس، يعني اللي جاي من بحري القبلي. فالمناظر الجميله دي، الارض شكل الخضره ده هيديكي ايه طاقه ايجابيه، وهيديكي نشاط وهيديكي حيويه، وهيفضل اللون الاخضر ده في عينيكي كده يعني يحسسك بالراحه. والله العظيم يا ولاد انا بتكلم بجد. انما تقولي لي اسافر في العربيه، اولا مش هتشوفي غير الرمله والصحراء، واحنا اساسا قرفانين من الكآبه. عدينا احنا عدينا مطاي، عدينا محافظه مركز مطاي ده يا ولاد في المنيا. مركز مطاي في المنيا، اللي ما يعرفش في المنيا مش المانيا، في فرق. المنيا دي عروس الصعيد، بعد اسيوط على طول، بعدها بساعتين يعني، وانت رايحه وجه بحري كده اسيوط الاول، وبعدين ايه المنيا، بعد كده بني سويف، بعد كده الجيزه. هكمل لكم. هنا بقى يا حبيبتي كنت بعد ما انا وصلت متاخر، وصلت حوالي الساعه 9 بالليل. تاني يوم بقى خدت امي ورحت عشان اكشف لها واعمل لها تحاليل، بس في الوقت ده كان الدكتور لسه ما جاش، فاخدتها ونزلنا كده نشرب عصير على حسابها يعني. فقاعدين في الشارع كده، قاعدين في المنتزه اللي انتوا شايفينه ده. هو مش منتزه، هو شارع عمومي، بس ده على اول المحل بتاع العصير يعني. شربت عصير على حسابها. عايزه اقول لكم ان المحل ده بيعمل حمص الشام يا ولاد، خرافه يعني. انا اموت في حمص الشام، ولكن للاسف هو ما كانش عامل حمص الشام، لان احنا في الصيف، فانا في الشتاء ببات عنده هنا، باخد 1 و2 و3 يعني. انا بموت في حمص الشام ابو شطه ده، فظيع. وطبعا يا حبيبتي احنا ما عندناش الاوبشن ده في البلد يعني، ما عندناش ان احنا نقعد كده في الشارع كده عادي والناس رايحه جايه تبص علينا، وامة لا اله الا الله تبقى شايفانا، هنتجرس ونتفضح يا بت. والله لان عندنا هنا الناس كل واحد في حاله، اما في البلد كل واحد شاغل نفسه بغيره يعني. عندنا في فراغ فظيع يعني، فتلاقي الناس شاغله نفسها بالناس. فلو لقوني قاعده وبشرب عصير انا وامي كده، هننزل على النت، مش بعيد تلاقي حد صورنا ونزلنا على النت على الصفحات بقى بتاعت الاسره. يعني شوف امك يلا قاعده فين.